بعد الصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناتي من جديد. إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال بصحة جيدة إن شاء الله. رجعت لكم اليوم في وصفة. هذه الوصفة تجي بنينة بزاف، هي وصفة نتاع مقارون راح نحضروه بالدجاج، اللي راح تجي وصفة رائعة وتجي بنينة بزاف بزاف. إذا نحتاج لهذا الوصفة تاع اليوم، نحتاج المقارون، أي نوع مقارون يكون عندكم متوفر. هنايا أنا ديت هذا النوع نتاع المقارون اللي كنت غليته في الماء والملح، وتقدروا تضيفوا هكذا ملعقة نتاع الزيت باه ما يتلاصقش. هنا دينا طرف تاع الدجاج عفوا. هنا عندي انايا كيما نقولوا حنايا عرض الفخذ. مشري هكذا، نشرو هكذايا غير يكونوا منحيين له هذاك الجلد الفوقاني. اذا هنا جبت شويه نتاع الزعتره راح نرشها عليه، بطبيعه الحال راح ندلو راح نكون غاسلته من قبل منقياته مليح مليح بالملح والخل. وهنا ونحطيته هكذايا ورشيته بالزعترة. بالنسبة للتوابل أنا ديت كركم، عندي ملح، فلفل أسود، فلفل أحمر، عندي زنجبيل، وعندي ثوم كرفج، عندي ملعقة نتاع طماطم مصبرة، وعندي عندنا ياغورت طبيعي، وعندنا هنايا تقريبا ملعقة نتاع الزيت راح نخلطها فقط تخلط لنا هذا التوابل. اذا وراح نديرو قطع الدجاج تاعنا في هذه التتبيله اللي راح تعطينا ذوق خطير للدجاج تاعنا. اذا هنا بعد ما خلطنا كامل هذوك المكونات راح نديرو الدجاج تاعنا في هذه التتبيله، وراح نخلوه يتبل معانا مليح في هذا الخليط. اذا هنا من الاحسن نتوما تدوا صحن مليح، صحن عفوا كبير، باه تخلطوا الدجاج على راحتكم فيه. إذا بعد ما درنا قطع الدجاج في هذيك التتبيلة راح نخلطوه كما قلت لكم، وراح نغطوه ونخلوه يريح معنا هذاك الدجاج تدخل فيه كامل هذيك التتبيلة. راح تعطي له واحد الذوق كما قلت لكم، ويجي خطير خطير في المذاق. جربوه بهذه الطريقة. بالنسبة للكمية تاع الدجاج أنا ما نقيدكمش بكمية كبيرة، المهم على حسب الأفراد العائلة ولا على حسب المقدور نتاعكم. إذا أنا هنا بعد ما درت الدجاج تاعنا تبلته بهذيك التتبيله، راح نغطيه وراح نخليه في الثلاجه، ونخليه الا كان كيما درك الحال بارد خلوه هكذا في المطبخ. وراح نروح للمقارن تاعنا اللي كنت صفيته من هذاك الماء اللي طبخ فيه، وجبت قطعه نتاع المارغرين ولا زبده راح ديروها فيه، هي اللي تعطينا هذاك الطعم كما تعرفوا المعجنات تاوعنا. اذا راح نخلطوا هذيك المارغرين، نخلوها نغطوا نخلوها تذوب فيه، وراح نروحوا للمرحله الثالثه في الطبق تاعنا. اذا الدجاج تاعنا هذا خلوا هذاك المقارون بجيه، روحوا للدجاج تاعنا اللي كان تبل في هذيك التتبيله، راح نديرو نجيبو مقله وراح نقلو. هنايا نحذف لي الفيديو كي حطيت الدجاج تاعنا، درت شويه نتاع الزيت ودرت هذاك الدجاج، وراح نقليه هكذا في الزيت. وهنايا عندي الا بغيتو تضيفوا هذه كمر هكا كذوق اختياري، يعني انا ضفت فلفل حار الا كنتو تاكلوا الحار. اذا هنا فقط من هذاك الفلفل الحار الصغير هذاك قطعته هكذايا. هنا راح نقلي هذاك الدجاج، هذوك قطع الدجاج اللي كنت تبلتهم مليح في هذيك التتبيله، قليهم هكذا في الزيت، خليهم يتحمروا معانا او يدوا واحد وتخلوهم في هذيك الصوص تاعهم هكذا يتجمروا مليح مليح مليح. اذا وراح نبقى مره على مره ونقلب الدجاج تاعنا هنا، ونخلوه حتى يطيب الدجاج تاعنا مليح. كيما تعرفوا هذا العرض فخذ محشرين الديم عن الأطياب أصلا، ما فيش العظم هذا غير الدجاج وحده. إذا راح يطيب ليه. هنا بعد ما طاب الدجاج تاعنا راح نجيبه صح نحطه فيه الدجاج تاعنا، وراح نروحوا المرحلة أو واحدة أخرى اللي راح نضيفوا الحبة نتاع بصل نكون قطعتها صغيرة، راح نديروها مباشرة في المقلاة اللي قلينا فيها ولا في الطاجين اللي قلينا فيه الدجاج تاعنا، وراح نخلطوها، راح تعطينا مذاق خطير لهذا
الطبق نتاعنا نتاع اليوم. إذا في نفس المقلة راح نقلو هذيك الحبة نتاع البصل اللي كنا قطعناها. بعد ما تذبل معنا هذاك البصل يبدأ يدي هذاك التكرميل هذاك نتاع البصل نتاعنا. راح نجيبو هنايا الكريمة السائلة وراح نضيفوها على البصل نتاعنا. اذا هذه هي لاصوص نتاع المقارون نتاعنا راح نديروها. انا راح نضيفوا المقارون نتاعنا اللي كنا صفيناها من هذاك الماء وضفنا له قطعة نتاع المارغرين. راح نضيفوه مباشرة على هذيك الصوص اللي درناها مع الحبة تاع البصل هذيك اللي قطعناها قطع صغار. وراح نخلطه كامل. صدقوني هذا الطبق نتاع المقارون قنبلة قنبلة، خطير خطير في المذاق، خاصة مع هذا الحبة نتاع البصل هذا البصل اللي نضيفوه مع هذه الكريمة يجي روعة روعة روعة. وهنايا هذيك لمسة اختيارية بصح أنا ننصحكم بها ديروها. عندكم النعناع المجفف تضيفوه هنا ملعقة هكذا صغيرة، حق ملعقة نتاع السكر اللي نسكروا بها قهوة. إذا هذيك تضيفوها هكذا على المقارون تاعكم راح يعطيله واحد الرائحة واحد الذوق رائع رائع رائع. إذا نضيفوها كلمسة أخيرة. وهنا راح نجيبو هذاك الدجاج تاعنا بعد ما خلطنا داك المقارون تاعنا داك لاصوص تاعنا. نجيبو الدجاج تاعنا وراح نحطوه فوقه من فوق. نتوما طريقة التقديم كيما تبغوا نتوما، يا اما تخلوا هكذاك الدجاج تاعكم بتحطوه هذا المقارون تاعكم ولا تحطوه عليه مباشرة. ننصحكم انا بتحطوه فوقه باه يطلق هذاك الصوص نتاعو فوق المقارون تاعنا. اذا وهذاك الصوص نتاع اللي بقى لي في الصحن راح نفرغه عليه من الفوق. راح يجي روعة روعة روعة. وحتى اللي ما ياكلوش المقارون بالطريقة العادية راح ياكلوه تجي بنة ولا أروع. جربوه على ضمانتي هذه الطريقة. إذا وفي الأخير ما علي غير نقول لكم إذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنسونيش باللايكات التعليقات تاعكم المحفزة. بارطاجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء لتعمل فائدة. سلام، نتلاقاو في فيديو آخر مع وصفة أخرى إن شاء الله. في أمان الله.